يا مساء الهنا عليكم. اشتري بي ام 4 سلندر ولا الانلاين 6 ولا 8 سلندر؟ ال 8 سلندر ما تشتريش اقل من 2016. الموتور اتغير في 2016 واجدد، اللي قبل كده مشاكله كتيره ما بتخلص. طالما فتحت الكبوت عشان تصلح هتصرف كل اللي في جيبك. الانلاين 6 افضل ومن افضل الموتورز الموجوده في السوق حاليا. دايما بي ام دبليو بتعمل افضل انلاين 6، بس مؤخرا بالبي 58 والموتورز اللي بيعملوها الجديده من افضل الموتورز الموجوده. هتشتري الديزل ال6 سلندر، اهم حاجه انك تعمل له، ما اعرفش المصطلح ده تترجمه ازاي، تعمل له تون وديليت وداون بايب. هتحط عليه كيلوات، او لو انت في امريكا تحط عليه مايلات كتيره. الاربعه سلندر هتشتريه، هتوفر بنزين، سير التقسيمه هيتعبك. هتشتري الاربعه سلندر الديزل هيعيش معاك، بس برضو تعمل له تون وديليت وداون بايب. بس رقم واحد في الموتورز بتاعت بي ام دبليو الانلاين 6 بيعيش، ومفيش حد ركب بي ام دبليو انلاين 6 وقال العربيه دي ادتني مشاكل، الا لو انت ما بتغيرش زيت في وقته وبتحط بنزين رايح في داهيه ومش مهتم بالعربيه، اكيد هتبوظ. العربيه مش معموله ان هي تعيش معاك دايما، انت لازم تاخد بالك منها. بس افضل موتور الانلاين 6، بعد كده الديزل انلاين 6 او الاربعه سلندر، بعد كده الاربعه سلندر، بعد كده الثمانيه سلندر. يومكم هنا.